تخيلوا إن كل مرة بناخد فيها مضاد حيوي من غير سبب، كأننا بنعمل للبكتيريا اللي في جسمنا معسكر تدريب. بنعرضها للسلاح بتاعنا فبتتعلم إزاي تنجو منه، ومع الوقت بتتطور وتتحول لبكتيريا خارقة أو سوبر باجز ما بقاش يأثر فيها أي دواء. 1,270,000. الرقم ده مش مجرد إحصائية، دي أرواح ناس اتوفت بشكل مباشر بسبب البكتيريا المقاومة سنة 2019 لوحدها. الرقم ده أكبر من عدد الوفيات السنوية من أمراض زي الإيدز أو الملاريا. ولو بصينا على بلد زي الولايات المتحدة لوحدها بنتكلم في أكتر من 2,800,000 حالة عدوى مقاومة للمضادات الحيوية كل سنة، وده بيكلف نظامهم الصحي مليارات الدولارات. والعدوى دي للأسف بتسبب وفاة أكتر من 48,000 شخص سنوياً هناك، وده كمان لما بنضيف عليهم جراثيم انتهازية بتظهر بسبب استخدام المضادات الحيوية نفسها واللي بتقتل البكتيريا النافعة في جسمنا. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إننا ممكن نرجع لعصر ما قبل المضادات الحيوية. تخيلوا عالم أبسط عملية جراحية ممكن تموت، عالم عمليات زرع الأعضاء أو العلاج الكيماوي فيه شبه مستحيلة، عالم ممكن جرح بسيط في صباعنا يكون قاتل. ده هو المستقبل اللي بنبنيه بإيدينا لو فضلنا نسيء استخدام الأدوية دي. بس وسط كل ده في خبر كويس، الحل أو جزء كبير منه في إيدينا كلنا. المعركة دي مش بتتحسم بس في المستشفيات والمعامل، دي بتبدأ من بيوتنا وبتبدأ من قراراتنا الصغيرة كل يوم. كل خطوة بسيطة من دول بتحافظ على فعالية أقوى أدويتنا. السؤال ده مش سؤال افتراضي، ده تحدي حقيقي بيواجهنا كلنا. مستقبل الطب حرفياً بين إيدينا، ومسؤوليتنا كلنا إننا نحافظ عليه للأجيال اللي جاية. عشان كده لازم نختار نكون جزء من الحل مش جزء من المشكلة.